بحال كاع المغاربه. انا قريت شنو قالت مباركه بوعيده، وقالت بان هذه قرصانه كبيره ديال الايميلات ديال واحد العدد ديال المسؤولين المغاربه بما فيهم امنيين دبلوماسيين وهذا. حنا في الاول هذا الشيء دابا هي اللي قالتها ياك. نعم. من بعد دابا هاد الوثائق اللي كتنشر انا تبعتهم كيف كاع المغاربه، دونك كنشوف شنو اللي كيتكتب شنو كيتقال وصافي وساكت، لان ما عرفتش انا الحيثيات ولا كيفاش، واش هادشي بصح ماشي بصح الله اعلم. حتى بالنسبه للوثائق اللي خرجت على قبل بخصوص هذاك المارك ياك، وكنشوف ان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، لانه لا يعقل يقولوا انت تشوف وثيقه واحد الايميل ولا ايميلات كيدويو نشروا كيقولوا بحال دابا في هذاك الايميل شوفوا الوضعيه في القبائل ونشروها في الصحف، استقبلوا هذه الحركه، ديروا هذه ياك. لانه وحده انا اللي كنت مع الماك على الاتصال معهم، وفاش بديت الاتصال معهم دعيت من طرف مسؤول امني كبير اللي هو بلغني بانه الدوله غير راضيه على هذا الاتصال مع هذه الحركه هذه. انا كملت مع هذوك الناس، مشيت عندهم لفرنسا، جاو عندي ناس اخرين من القبائل وتلاقينا في اسبانيا، دونك باش نوحدوا الجهود ديالنا. كيفاش؟ انايا كمناضل في قضيه الصحراء، الهم ديالي وهو الدفاع على قضيه الصحراء بيان سور، ولكن ما نقولش ننتقم، ولكن غير نرد الكره للجزائر، الحكام الجزائر، ما كنبيش الجزائر، الحكام الجزائر. وانا ظنيت مع الاصدقاء ديالي في الجمعيه انه ملي غادي نساندوا هذه الحركه هذه احنا غادي نبرزوا الجزائريين. دونك مشينا من هذا المنطلق، نقول لك احنا بغينا غير شويه الامكانيات الماديه وتعاونونا بالصحافه الدوليه، اللي كانت شي حاجه اللي تقدر تعاوننا باش يمكننا نوصلوا الرساله ديالنا في النضال. مشينا على هذه الخطه هذه جميع فهمتي. دونك بالنسبه للسلطات لكن بعد المصدر الامني جاني عاوتاني مسؤول ياك من لابجيك اللي كيحتج كيقول لك اودي حنا كدوله هذا ماشي في الاعراف ديالنا باش نشجعوا حركات ولو الحكم الذاتي ولا غيرها. حنا ما ندخلوش مع الجزائر في شي صراع ولا اللي تحسب علينا في التاريخ بانه حنا دخلنا معها في هذا. دونك انا فسرت له بانه ودي هذا موقف رسمي ديال الدوله شغلها حنا، ولكن انا كجمعيه وداك الشيء خلونا شغلنا هذاك. دونك كان الاحتجاج ديال هذا المسؤول الامني ديال لاجيت اللي هو مسؤول سامي فيها. من بعد كان جاتني جلسه عاوتاني ديال، وكانوا جاو عندي الاعضاء ديال الحركه جاو من الجزائر واستقبلتهم في اكادير. الوغ مني جاو ما غاديش نقولوا تعتقلوا، ولكن يبقاو في المطار ديال الدار البيضاء تقريبا واحد 5 اسوايع هما محبوسين، عاد خلاوهم يخرجوا باش يجيو يلتحقوا باكادير. هادشي بزوج. من بعد الوزير دونك الخارجي اللي كان طيب فاس الفئري باقي كنعقل واحد الليله عيط كيغوت غادي تخلق لنا المشاكل مع الجزائر، غادي يقولوا بان الدوله هي اللي موراك غادي هذا. انا بلغته بانه ودي راه انا مقتنع بهذا الشيء اللي كندير، والدوله لا دخلت في هذا شغلها، الدوله دير شغلها وحنا كنديروه كمناضلين كمجتمع مدني دير شغلنا، ما ندخلش انا في اموري. هي باش من بعد داز هذا الشيء كله مزيان، اللقاءات انا صيفط شويه الفلوس لبعض المناضلين ماشي مشكل، الامور غاديه مزيان، حتى وصلنا لحده التهديد. ملي كنقول تهديد من عند المسؤول ديال الجهات كيقولوا ودي راه اذا ما درتش هكا غادي ندخلكم الحبس، راه نلقاو لكم التخريجات كيفاش غتمشيو للحبس، زعما ما فيهاش لا هذه لا هذيك. هنا علاش كنقول هذا الشيء؟ كنقول سميتو هنا فين كاين المفارقه. ما يمكنش هاد الناس كيهددوك، هاد الناس كيقول لك القطيعه مع خصك تحبس مع الماك وما نتعاملش مع الماك وما تحسبش علينا كدوله حنا ضد الجزائر ولا كندخلوا لها في امورها فهمتني. ومن بعد كتمشي واحد المراسله كيقولوا دير دونك كاين جوج حوايج متناقضين. وانا عشت هذا الموضوع لان كانت حرب كل ما كنا حنا مده واحد 3 سنوات وحنا مع الماك كانت حرب معلنه، زعما داك الشيء خايب بزاف. ملي كنقول هنا راني ما ذكرت غير شي حوايج اللي قليله، اما راه كان شي حوايج خايبين بزاف من ضمنها من غير هذوك التهديدات بالسجن، من غير بحال هكا كانوا تهديدات خايبه. وانا بكيت انا من انشطه الجمعيه اللي هذا كانت كتحلف لينا بغينا نديرو بغينا نمشيو بغينا هذا ما كنلقاوش كتمشاو لينا الامور ديالنا الشخصيه. ملي كنقولوا الامور الشخصيه
شركه وهي بحال المشاريع. بحال دابا انا عندي شركه، كاين اخوان عندهم شركه تمشاو لينا الامور اللي هي مصدر التمويل للجمعيه، فهمتني؟ نعم. باش يحبسونا على جميع الانشطه ديالنا، باش نحبسوا مع الماك ما نتعاملوش معاهم. ما خرجنا حتى قريت الوثائق اللي نشر هذا الاسبوع اللي فات على الماك وعلى القبائل وهذا اش كيقولوا هذا، فهمتيني؟ نعم. هذاك الشيء علاش لينا من بعد كتقول راه كاين شي حاجه غلطه، شي حاجه ما مفهوماش، فهمتيني؟ شي حاجه ما مفهوماش في هذه القصه هذه، لان لا يمكن وثيقه كتقول بانه اودي شجعوا اودي استقبلوا ديروا وانا عارف بانه شحال هذه كانت الحرب، ما كاينش، ما تقربش، ما يديوش معاهم، وحتى واحد ما يدوي مع دوك الحركات، وحتى شي واحد في المغرب، فهمتيني؟ نعم. وهذيك بحال اللي قلتي داك السمات ديالنا حنا بانهم مقتنعين بشنو كنديروا، راه تكلفنا غالي، تلفتنا غالي بزاف عاد. وملي كنلقى الوثائق كنلقى فيهم حاجه اخرى، لان شي حاجه غير معقوله. دابا هذوك الوثائق دابا انا كندوي غير على الماء، ما كندويش على حاجه اخرى، لان حاجه اخرى ما عرفاش، فهمتي؟ بحال دابا اللي معرفنا اسرائيل ولا داكشي اللي تنشر وداكشي ما عنديش به علاقه، ولكن هذا الماء كان عشتو، فهمتيني؟ عشت الاطوار ديالو من الاول حتى الاخر، وانا اللي كنت شخصيا، وانا اللي كنت كنتلاقى معاهم في اسبانيا، كنتلاقى معاهم في فرنسا اللي كيجي وكنعرض عليهم، فهمتيني؟ دونك انا اللي كنت، ما يمكنش شي واحد يقول لي راه لا راه داروا لا راه قالوا لا، هذا ما يمكنش. فهمتي؟ عندك الشاشه انا كنقول راه كاين جوج حاجات، يا اما هذوك الوثائق هادو بخصوص الماك راه مزورين لانه باينه، يا اما راه دي زيميل كيتسمى دانتوكسيكاسيون، هما مغلوطين غير باش يغلطوا جهه ما، فهمتي؟ نعم. وحتى ما تنشر في الصحافه بخصوص هذه الحركه وفي هذوك السنوات وفي الصحافه المغربيه وبعض المنابر الدوليه، انا اللي نشرتهم اصدقائي صحفيين اللي قنعتهم بالمشروع وداك الشيء، ونشروا بقاو كينشروا سميتو الاخبار على هذه الحركه، كينشروا. انا اللي درتهم، فهمتي؟ دونك انا اللي جريت ودويت مع الصحفيين صحابي. الدوله حاربتنا. انا كنقول لك يا طيب فاسي الفهري عيط كان غيخرج لي التليفون بالغواز، ياسين المنصوري صيفط لي احد بحال اللي قلتي من اللي يدير لي من ديالو، ياك واحد اللي جالس معايا باش يقنعني بانه ما نتعاملوش والدوله ما تحسبش عليها كتعامل مع هذه الحركه، ياك. ومني قلت له ودي شوف خليني انا كمجتمع مدني ندير شغلي، علاش غادي تمنعني؟ ساشونكو هذه ورقه نقدر نلعب عليها ضد الجزائر. كيقول لي ودي لا ما تحسبش، انتم دوله ما ندخلش انا في اختصاصاتي، فهمتي؟ كل انتم دوله متفقين. كيقول لك لا راه تحسب علينا. مني قلت لي خليني نتواصل مع الاعضاء ونرد عليك الخبر، رديت عليه الخبر واحد اليومين من بعد بلغني هو شخصيا كيقول لي فلان راه غتمشي الحبس، صافي بحال هكا، يا اما غادي تحبس علينا هادشي ولا غنصيفطوك للحبس بحال هكا. على صواب كدوله انا كنقول ماشي غير على صواب، هذيك حكمه ماشي ديالهم، ديال سيدنا، لان حتى الحسن الثاني الله يرحمه عمره كان يبغي يدخل في الشؤون الداخليه ديال الجزائر، هادشي معروف. اليوم في هاد الاوراق هادو ماشي تشوه، لا تشوه لو كانوا هادوك المراسلات فيهم رضا طوجني ما عرفت شنو دار قال هذا، وما غاديش تشوه، لان انا مجتمع مدني، انا ماشي الدوله المغربيه وما يطبقوش عليا الاعراف ديال الدوله المغربيه شنو كدير في الدبلوماسيه ولا شنو بغات. انا مجتمع مدني، انا شفت بانه نقدر نعطي ضربه للجزائر غنديرها، ما عنديش مشكل، ما عنديش قيود. انا كمناضل من اجل الوحده ديال المغرب، ياك، يعني الاقاليم الجنوبيه مع الشمال وضد هذاك المشكل المفتعل، ما يمكنش اليوم نجي ونطالب باستقلال القبائل من الجزائر. هذه بحال قلتي غيكون سكيزوفرينيا ولا شي حاجه اللي ما مقاداش. بالعكس احنا استغلينا، هما اش كيقول لك القبائل؟ كيقول لك احنا ما بغيناش استقلال على الجزائر، احنا بغينا الحكم الذاتي في اطار الدوله الجزائريه. هذا هو المكان، وهذاك الشيء علاش حنا ساندناهم، لان ما كيطالبوش هما استقلال، فهمتي؟ كيطالبوا بحكم ذاتي في اطار الدوله الجزائريه. هذه من جهه، ومن جهه اخرى من غير هذا المطلب ديالهم، احنا عبر هذا المطلب كنا بغينا نردوا الصرف للجزائر عندها محل بوليزاريو. دونك كل ما كانت شي ورقه اللي يمكن لها تزعج حكام الجزائر احنا كنا غنمشيو ليها، وكنا ودرنا بزاف الحوايج، راه ماشي غير هذه، درنا بزاف الحوايج مع المعارضين الجزائريين. كاين حركات واحد اخرين في الجزائر اللي بالعكس هي
كانت طالبت بالحكم الذاتي حتى هي في وسط الجزائر، واجتمعنا معاهم في الخارج. يعني كاع الحوايج اللي هما في اطار ما كطالش حاجه كطالب باستقلال، لا، مي كاع الحوايج اللي يمكن ليها تزعج النظام الجزائري كنا كنمشيو لها، ما عندناش مشكل كمجتمع مدني، لان هما كيساندوا البوليزاريو ضدنا بزاف ديال الطرق، فحنا استعملنا بعض الاساليب. انا ما كندويش على كل شيء كاذب، انا كندوي دابا غير على الماك، على هاد الرسائل اللي مكتوب فيهم بخصوص الجزائر وبخصوص هاد القضيه ديال سميتو ديال المراسله راك شتيهم على الحركه بان المغرب خص يعطيو الصحافه، واحد كيكتب لواحد عطي الصحفيين غندعمو غنديرو داكشي كله كذوب. ما يمكنش يدعموا، لان كان شوف لو كانوا غادي يدعموا كان سهل لهم، ياك سهل لهم الدوله ولا تجي تسهل لها تجي عند مثلا عند جمعيه الصحراء ولا عند رضا وتقول ليه رضا تبع مع دوك الناس وانا نبقى في اتساع، ياك، وتبع مع دوك الناس وهاك الفلوس عطيهم هاك مولهم، ياك. انا كنقول لك حنا تحاربنا، انا كنقول لك طيف سفيري ها هو اليوم مستشار، انا اليوم نتحداه وندوي معاه في التليفون وكل شيء بانه ما عمره عيط ليا كيبقى غادي يخرج لي بالتليفون باش كيبلغني بان خصنا نحبسوا مع هذاك وما نتعاملوش معاهم. ياسين المنصوري مصيفط، انا كنقول لك واحد من يدير لي من ديالو باش في الاول يقنعني باش نحبسوا، ومني قلنا لا ولا كيهبط فينا، فهمتي، كيهبط بالسجن ديريكت، كيقول لك غنصيفطكم الحبس. ملي كان مثلا حركه الطلبه في الجامعه كيقول لك راه بغينا مليون الفرنك، راه حنا غنطبعوا لي فلاير، راه عندنا واحد سميتو واحد الاجتماع غادي نديرو غنفرقوا في الجامعه قد وقد، كنا كنصيفطوها شنو هي مليون الفرنك، كنجمعوا 4 ديال الدراري 5 ديال الدراري كل واحد كيجبد من شركته 2000 درهم وكنديروها باسم الشركات ديالنا، فهمتي. كل خطره بحال دابا كتقول خصنا نجمعوا عاوتاني 25000 درهم ولا شي حاجه وغنصيفطوها، كلشي كيتجمع، كان سهله ماشي شي حاجه اللي كنا كنفكتروها على الشركات ديالنا، فهمتي. دونك حتى كونطابلومون ما خسروا والو، كدوز في الشارج ديال الشركات، كانوا عندنا اوراق باش نزعزعوا النظام الجزائري، كانوا اوراق، واليوم كاينين اوراق باش تزعزع النظام الجزائري، ولكن الدبلوماسيه ماشي الدبلوماسيه المغربيه التاريخ هكا معروف. انا كنقول لك من ايامات الحسن ثاني انا عايشت هذا المشكل هذا من 94 ملي كنت مع مولاي احمد العلوي مقرب منه، وشفت كيفاش الاعراف ديال الدبلوماسيه كتخدم. الملك اللي كيسيرها ماشي الحكومات ولا الناس ولا اشخاص ولا شنو باش نقدروا نعرفوها، الملك لا الحسن الثاني الله يرحمه ولا دابا ما عمره هو كيقول لك كان بحال بنتي مسالمين، كتقول بحال دابا مثلا في الاجتماع اللي كانوا مع هذا المسؤول ديال لابجات ولا ديال الخارجيه طيب فاتي براسو قلتها ليه، ملي كيغوت عليه كنقول له السيد الوزير راه عندنا ورقات، هذه الورقه علاش ما نديروهاش وانتم ما غتبان، كيقول لك لا سيدي ما نديروهاش هكاك، سيدنا ما كيبغيش داكشي، ما ندخلوش ليهم، ما تحسبش علينا وما نقيدوا حتى ورقه اللي غادي تلقى ضدنا بان حنا حاولنا نزعزعوا النظام الجزائري ولا ندخلوا لهم الشؤون الداخليه ديالهم، فهمتي. مع العلم ان انايا والجمعيه انا درنا على سميتو على المعارضين، جلسنا معاهم تعاملنا معاهم، ما نقولش لا، في فرنسا في لونجلتير في اسبانيا مع الجمعيات الحركات، كاينه حركه واحده اخرى انا قلت لك اللي كانت هي سميتو التوارق، تعاملنا مع كل شيء، ما نقولش ما تعاملناش، واي واحد طلب منا يد المساعده زعما ها شنو عطانا مشروع مشينا معاه، ما نقولوش لا، ولكن كنقول لك كل خطره الدوله كانت ضدنا. علاش اليوم الجمعيه الصحراء المغربيه كلها مشات؟ ما كايناش، راه ما كايناش لان الدوله ما كانتش متفقه معاه بزاف الحوايج، هادشي ما كندويش على التسيير من غير الانتقادات ديالنا ديال التسيير الملف الصحراء اللي كنعتبروه غلط الى يومنا هذا وغنأديو الثمن ديالو، راه حنا سميتو حتى هذه المواقف مع ضد الجزائر وهذا حتى هي راه خلصناها غالي.